السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في الحلقة رقم 3 من كورس النحو. هناخد النهاردة ان شاء الله اقسام الاسم، انواع الاسم تمام، من حيث التذكير والتأنيث، وانواع الاسم من حيث العدد. صلى على رسول الله. اولا الاسم من حيث النوع، يا اما مذكر يا اما مؤنث. مذكر يعني يطلق على مذكر ذكر، تمام. ممكن المذكر ده يكون عاقل، وممكن المذكر ده يكون غير عاقل. مذكر عاقل زي الانسان، ممكن اقول رجل، ولد، طالب، معلم، طبيب، تمام. ده اسمه مذكر عاقل، يعني بيفكر. طب يعني ايه مذكر غير عاقل؟ يعني ممكن يكون جماد، ممكن يكون حيوان، تمام. زي لما اقول لك حصان، ده مذكر. كتاب، قلم، اسد، قرد، كل ديت مذكر ولكنه غير عاقل. يبقى الاسم من حيث النوع يا اما مذكر يا اما مؤنث. طب احنا خدنا المذكر واتفقنا ان المذكر يا اما عاقل يا اما مذكر غير عاقل. رقم 2 يا صديقي المؤنث، والمؤنث برضو كذلك الامر، يا اما عاقل يا اما غير عاقل. عاقل يعني بيفكر، ممكن اقول طالبة، معلمة، مهندسة، تمام. طيب ممكن اقول فتاة. طيب مؤنث غير عاقل زي لما اقول لك صورة، شاشة، تمام. زي لما اقول لك حديقة، كراسة، تمام. كل ده مؤنث ولكنه غير عاقل، يعني مش بيفكر. رقم 2 يا صديقي الاسم من حيث العدد. من حيث العدد، انت بدأت وانت في تانية ابتدائي تاخد فكرة عن العدد بتاعي. الاسم عندي مفرد، عندي مثنى، وعندي جمع. الجمع ليه انواع برضه، لكن اللي يهمني دلوقتي ان الاسم مفرد، مثنى، جمع. طيب يعني ايه مفرد؟ قال لك المفرد هو ما دل على شيء واحد، حاجة واحدة فقط، سواء كانت مذكر او مؤنث. ممكن اقول لك قلم، ده حاجة واحدة. ممكن اقول لك شاشة، ممكن اقول لك هاتف، تمام. ممكن اقول لك شجرة، ممكن اقول لك مروحة، ممكن اقول لك شباك. يبقى المفرد ده بيدل على حاجة واحدة، المهم ان هي يكون حاجة واحدة، تمام. بيت، سيارة. طيب المثنى قال لك تدل على حاجتين، ممكن يكونوا مذكر ممكن يكونوا مؤنث. ممكن اقول لك طالبان، معلمان، شاكران، نائمان، مصليان. وممكن تبقى طالبتين، معلمتين، مهندستين، مهندستان، تمام. يبقى المثنى هو ما دل على اثنين او اثنتين. المهم رقم 3 الجمع هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. ليه؟ لأن لو دل على اثنين أو اثنتين يبقى ده مثنى. طيب لو دل على أكثر من اثنين أو اثنتين يبقى ده جمع. والجمع عندي 3 أنواع: جمع تكسير، جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم. طيب تعال نعرف المثنى ونعرف الجمع. احنا عرفنا المفرد وقلنا ان المفرد هو ما دل على شيء واحد. بالمناسبة المفرد يا صديقي أو حالات الإعراب هنجيلها بعد كده، بس هديك فكرة عنها. عندي حاجة اسمها حالات إعرابية، اللي هي الرفع والنصب والجر. يبقى أنا عندي حاجة اسمها حالات إعرابية، وعندي حاجة اسمها علامات إعرابية. الحالة الإعرابية يا رفع يا نصب يا جر. العلامة الإعرابية يا إما ضمة في حالة الرفع، يا إما واو يا إما ألف. المهم إن المفرد يا صديقي يرفع بالضمة، ينصب بالفتحة، يجر بالكسرة. يعني أنا هعمل لك هنا كده علامة جميلة، أكبر لك خالص هنا كده واكتب لك يا صديقي إن هنا عندي حالة الرفع مع المفرد، فهيرفع بإيه يا صديقي؟ هيرفع بالضمة. طيب في حالة النصب قال لك هينصب يا صديقي بالفتحة. طيب في حالة الجر يا صديقي قال لك هيجر بالإيه؟ هيجر بالكسرة، تمام. طيب في حالة الرفع زي لما اقول لك مثلا البيت جميل. البيت هنا ده هيعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الايه؟ الضمة. طيب بالفتحة زي لما اقول لك شرح المعلم الدرس. كلمة الدرس هنا يا صديقي هتعرب ايه؟ قال لك كلمة الدرس هنا هتعرب مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. انا بديك فكرة بس، مالكش دعوة بالحاجات دي دلوقتي، انا كده كده هشرحها لك بالتفصيل تاني بعد كده. طيب بالكسرة لما اجي قبلها حرف جر زي لما اقول لك في البيت مثلا ثلاجة. كلمة في ده حرف جر، البيت هنا اسم مجرور علامة جر الكسرة لأنه إيه؟ لأنه مفرد. طيب نيجي للنقطة التانية المثنى.
طب ايه هو المثنى؟ قال لك هو ما دل على اثنين او اثنتين. بس كده؟ قال لك لا، بزيادة، ركز معايا، ألف ونون على المفرد في حالة الرفع، أو ياء ونون على المفرد برضه بس في حالة النصب والجر. يبقى المثنى يا صديقي هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع، أو ياء ونون في حالة النصب والجر. خلي بالك عشان الزيادة دي بتكون على المفرد، يعني أنت لما هتشيلها اللي هي الألف والنون والياء والنون المفروض إن أنت تلقائيا هتلاقي نفسك رجعت فين؟ رجعت للمفرد. طيب كلمة ولد، بص كده هتلاقيني قلت لك إيه؟ ولدان. هو أنا إيه اللي أنا عملته هنا؟ كل اللي أنا عملته يا صديقي هو إن أنا زودت ألف ونون على كلمة ولد. طب كلمة فتاة، إيه اللي أنا عملته؟ كل اللي أنا عملته إن أنا زودت ألف ونون على كلمة فتاة. كلمة كتاب برضو زودت ألف ونون على كلمة كتاب. كلمة ولدين كذلك الأمر. كلمة فتاتين كذلك الأمر. يبقى المثنى هو ما دل على أكثر من اثنين، هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون. رقم 2 أو الجزئية اللي عليها الدور، علامات إعراب المثنى. طبعا احنا خدنا الحالات الإعرابية، الرفع والنصب والجر اللي أنا لسه قايلهم حالا. احنا هناخد دلوقتي علامات المثنى بقى. المثنى يرفع بايه وينصب بايه ويجر بايه؟ قال لك ان المثنى يا صديقي يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء. يبقى المثنى يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء. المثنى يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء. طيب اديني مثال. لما اجي اقول لك يا صديقي في حالة الرفع او المثال اللي هو بتاع الرفع، عندي الطالبان متفوقان. الطالبان ده اسم في بداية الكلام هيعرب مبتدأ، وزي ما هتعرف بعد كده المبتدأ يا صديقي دايما مرفوع. طيب الطالبان ده مفرد زودنا له ألف ونون يبقى ده مثنى. الطالبان دل على اثنين اهو، تمام. طيب يبقى الطالبان هنا ده مبتدأ مرفوع. علامة رفعه أنا لسه واخد دلوقتي وحافظ دلوقتي إن المثنى بيرفع بالألف. يبقى الطالبان هنا ده مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. طيب متفوقان قال لك ده خبر مرفوع علامة رفعه الألف برضه لأنه مثنى. طيب حالة النصب قال لك ينصب بالياء. طيب لما اجي اقول لك قرأت قصتين، كلمة قصتين دي يا صديقي لو انت ما تعرفش هتعرف مفعول به. ما تقلقش، مش معنى انك ما تعرفش انك مش هتعرف، كده كده انا هشرح لك كل الدروس دي بالتفصيل الممل في الفيديوهات الجاية. المهم عاوزك تعرف ان كلمة قصتين دي مفعول به. وفي درس المفعول به احنا واخدين دايما ان المفعول به دائما منصوب، بما ان قصتين دلت على اثنين اهوت يعني مثنى، والمفعول به منصوب، والمثنى اتفقنا انه بينصب بايه يا صديقي؟ يبقى لك بينصب بالياء. يبقى قصتين هنا ده مفعول به منصوب علامة نصبه الياء. ليه؟ قال لك لانه مثنى. رقم 3 الجر. يجر بايه يا صديقي؟ قال لك يجر بالياء برضه. زي ايه؟ زي لما اقول لك اجبت عن السؤالين. عن اتفقنا ان هي حرف جر، وما بعد حرف الجر يعرب اسم مجرور. يبقى كلمة السؤالين هنا يا صديقي ده اسم مجرور، علامة جره ايه يا صديقي؟ قال لك علامة جره الياء. ليه يا صديقي؟ قال لك لأنه مثنى. ركز معايا في الملحوظات ديت لأنها مهمة جدا 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 جدا. ايه هي الملحوظات دي يا صديقي؟ قال لك إن المثنى مش دايما المثنى بيكون اسم. يعني آسف تاني، مش دايما الكلمة اللي آخرها ألف ولام ألف ونون بتكون مثنى. ممكن تكون فعل زي يلعبان، يكتبان، يشرحان، آخرها ألف ونون لكنها مش مثنى. يبقى ليس كل ما ينتهي بألف ونون بيكون إيه؟ بيكون مثنى. يبقى المثنى دايما اسم. تاني، المثنى دايما اسم. إذا في أفعال هتقابلنا هيكون آخرها ألف ونون، مش معنى كده إنها مثنى. في كلمات هتقابلنا هتكون آخرها ألف ونون، برضو مش معنى كده هتكون مثنى. زي كلمة عثمان وكلمة عفان وكلمة ريان، دي كلمات آخرها ألف ونون، بس هل معنى كده إنها مثنى؟ إن هي دلت على حاجتين؟ طبعا الإجابة لأ. عندي كلمة زي كلمة ثعابين، ده دلت على جمع على الرغم إن آخرها ياء ونون، هل معنى كده إنها مثنى؟ برضه لأ. يبقى في كلمات هتيجي فيها آخرها ألف ونون أو ياء ونون، ولكن احذر مش كل الكلمات اللي آخرها ألف ونون أو ياء ونون بتكون إيه؟ بتكون مثنى. طيب أعرف منين؟ قال لك ببساطة شيل الألف والنون أو الياء والنون وتلاقي نفسك رجعت للاسم المفرد بتاع الكلمة. رقم 2 في الملحوظات يا صديقي، عاوزك تعرف إن نون المثنى دائما مكسورة.
نون المثنى، النون اللي هي بتبقى في الاخر، احنا قلنا بنزود الف ونون او ياء ونون. النون الجميله دي بتكون مكسوره، يعني انا بقول معلمتين، معلمتان، كتابين، كتابان. تمام، يبقى النون هنا بتكون ايه؟ قال لك بتكون مكسوره. لحد كده انا هوقف الفيديو، لحد كده احنا هنخلص شرح الحصه ديت. خدنا الاسم وخدنا انواع الاسم من حيث النوع المذكر والمؤنث، ومن حيث العدد المفرد والمثنى. والحصه الجايه باذن الله تعالى هناخد الاسم الجمع، هناخد جمع المذكر وجمع المؤنث وجمع الايه؟ جمع التكسير. بس قبل ما ناخد الحاجات ديت هنحل شويه صغيرين كده عن الكلام اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي. صلوا على رسول الله. تعال نبص كده، بيقول لك حدد نوع الكلمات التاليه، مذكر ولا مؤنث؟ الكلام اللي قدامي ده هل هو مذكر ولا مؤنث؟ قال لك ببساطه علشان اعرف احدد وافرق ما بين النقطه ديت استخدم اسم الاشاره هذا وهذه. لو ركبت معاك هذا يبقى ده مذكر، ركبت معاك هذه يبقى ده مؤنث. بص كده، بلد، هذا بلد، يبقى ده مذكر. حتى في القرآن بيقول لك وهذا البلد الامين، يبقى بلد هنا ايه؟ بلد هنا مذكر. تمام. طب كلمة رجل، هذا رجل، يبقى كلمة رجل برضو مذكر. طب كلمة مدينة، هذا مدينة، لا هذه مدينة، يبقى كلمة مدينة هنا ايه؟ كلمة مدينة هنا مؤنث. طيب تعالى نعمل حاجة مختلفة، نحط دايرة على الاسم ونحط خط تحت، نحط دايرة على المذكر وخط تحت الايه؟ المؤنث. طيب كلمة مريم، هذا مريم ولا هذه مريم؟ هذه مريم، يبقى احط خط مؤنث. هذا نهر ولا هذه نهر؟ هذا نهر، يبقى نحط دايرة. هذا هرم ولا هذه هرم؟ لا هذا هرم، يبقى نحط دايرة. أرض، هذا أرض ولا هذه أرض؟ لا هذه أرض. مكتبة، هذه مكتبة. منى، هذه منى. طيب السؤال رقم 2 بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. شرح المعلمون الدرس. كلمة المعلمون دي مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ قلنا ان المفرد هو ما دل على شيء واحد. هل كلمة المعلمون دي دلت على شيء واحد؟ لا. طيب سؤال، كلمة المعلمون ديت اخرها الف ونون او ياء ونون علشان نقول انها مثنى؟ برضو لا. يبقى الكلمة هنا لا هي مفرد ولا هي مثنى، يبقى على طول كلمة المعلمون دي ايه؟ دي جمع. اشتريت قصتين، كلمة قصتين مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ طبعا كلمة قصتين هنا دلت على حاجتين، قصتين، يبقى على طول الكلمة ديت ايه؟ الكلمة ديت مثنى. أحرز اللاعب هدفا، كلمة اللاعب هنا مذكر ولا مؤنث؟ طبعا كلمة اللاعب هنا دلت على شيء واحد، يبقى على طول ده ايه؟ ده مفرد. كرم المدير الناجحات، الناجحات هنا مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ طبعا الناجحات هنا ما دلتش على شيء واحد ولا دلت على حاجتين، معنى كده انها جمع. أكلت الزرافة ورق الشجر، كلمة الزرافة هنا مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ طبعا كلمة الزرافة دلت على شيء واحد، هتكون مفرد. فهم نقط الدرس، الطالب ولا الطالبة؟ طبعا فهم هنا هتقول الطالب، تمام، لأن هنا فهم هيجي معاها المذكر الطالب. طب لو أنا عاوز أنس الفعل هقول فهمت الطالبة أو الطالبة فهمت. طيب رسمت نقط اللوحة، هقول الفنان ولا الفنانة؟ رسمت، يبقى هنا الفنانة. طيب قرأ نقط الجريدة، الرجل ولا البنت؟ قرأ ده مذكر، يبقى هنا الرجل. نظفت نقط حجرتها، هل ينفع اقول نظفت امير ولا نظفت اميرة؟ يبقى هنا نظفت ايه؟ اميرة. زرع نقط الارض، زرع، تبقى الفلاح. شاركت نقط في المباراة، هقول الايه؟ اللاعبة. طيب انا هسيب لك رقم 3 ورقم 4، طبعا ديت 4 مش 5، تمام، هيكونوا مواجب. انا هعمل لك على سكرين شوت كده، وممكن ان انا انزل لك الصفحة كاملة بحيث ان انت لو حابب ان انت تحلها مرة تانية. لحد كده اكون خلصت حصة النهاردة، واقدر اقول لك ان احنا لحد كده ماشيين كويس. لو انت ماشي معايا ركز في الشرح، ركز في التدريبات، اي حاجة وقفت قدامك تقدر ان انت تبعت لي على الواتس او تبعت على الماسنجر على رسالة الصفحة، او انك انت تكلمني اتصل بيا، او انك انت تسيب كومنت وانا هرد عليك. في نهاية الحلقة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.